اكيد يعني برنامج سعيد فيه، ارجع واقول برنامج فخور به. اشكر كل المتابعين، اشكر كل الداعمين، اشكر كل اللي ينتقدونا، وبالاضافه انت استاذ نحبك ونموت عليك، وتحياتي لكل المستمعين. والمستمع هو راح يكون فاصل، والمشاهد يكون هو فاصل من خلال برامجنا. البرنامج راح يستمر، راح يتواصل، راح يبقى. واعتزازا وتكريما لكل الاخوه اللي ضد البرنامج، اقول لهم كان من المقرر نعرضه خلال رمضان، لكن انا اعطيكم بشرى ساره راح نعرضه حتى بالعيد. وصدقني احنا راح نستمر بهاي الحمله حتى الى يوم يبعثون. واحنا راح لازم انت تعرف انه احنا نحترم الفنان، واحنا نحترم الانسان، ونحترم الاعلامي. اذا تفهمني يا اخي، احنا نحترم الفنان ونحترم الانسان ونحترم الاعلامي، ومو مثل غيرنا. وصدق انت شقد ما تبشر ببرنامجك، انا شقد ما ابشرك بانه راح اكون سكين الخاصر لكل من يعتدي على الفنان وعلى شخصيته. وشاكر اتصالك، وشاكر اتصالك، وشاكر اتصالك. ستبقى حياة أفام هي المنبر الحر لكل رأي حر، وسنبقى سكين الخاصرة ليس فقط لخلينبوغا، لا، لكل برنامج يسيء لشخصية الإنسان العراقي. وكونوا على ثقة بأنني لن أسكت حتى يمل الصبر من صبري. دمتم في أمان الله. الحرب تنتهي والراحة بدل ما يرمي